والله ما يتنمر إلا الإنسان الناقص، خصوصا إذا كان في شخص عنده تأتأة أو بالكلام، وإذا في شخص يتنمر عليه فهذا قيمته أردى من قيمة الكلب في وجهة نظري أنا السيد توب. هذا قيمته أردى من قيمة الكلب، فخيره وشره كلامها الطيب وكلامها الشين سوا، لا تأخذ منها شيء. هذا واحد. اثنين، الناس يتعرضون للتنمر. نعم، ما في ولا صانع محتوى بالسوشيال ميديا، ولا صانع محتوى بالسوشيال ميديا إلا وله كارهين. ما في ولا إنسان على كوكب الأرض إلا وله كارهين، ولا أحد من ضمن المخلوقات حتى الخالق ما سلم من كلام الناس. فشلون أنت تقول أنا ما بالناس يتنمرون علي؟ ورب الكعبة لو إنك رسول ما تسلم، ما سلم الخالق ما سلم. الشافعي قال قصيدة: الله لو صاحب المرء جبريل لم يسلم المرء من قاله ومن قيله، قد قيل في الله أقوال مدبجة تتلى إذا رتل القرآن ترتيلا، قيل بأن له ولدا وصاحبة جورا عليه وبهتانا تضليلا، هذه مقولتهم في الله خالقهم فكيف إذا قيل فينا بعض ما قيل. ولا أي إنسان كانك تركت الخطأ تترك الخطأ قناعة من نفسك وخوفا من الله فقط. أما الإنسان اللي يترك الخطأ خوفا من كلام الناس أو يفعل الصح من أجل مدح الناس، هذا بدون شخصية، هذا شخصيته ضعيفة. لو ينتقدونك أهل الأرض كلهم ما يهزون فيك شعره، أنت مخلوق لنفسك وبتعيش حياتك وبتدخل القبر لحالك وبتحاسب لنفسك، ما أنت بملزوم أنك ترضي فلان وعلان من الناس. إنسان ينتقدك، يدور أخطائك، يدور زلاتك، يشوفك شخص سيء، هو نظرته جعلها العمى، استغفر الله العظيم، الله يصلح. بس شخص قاعد يتنمر على تأتك، وين اللي يزعل في الموضوع؟ هذا إنسان ناقص. الله قال خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، أعرض عن الجاهلين، وإذا خطبهم الجاهلون قالوا سلامة. كائن من كنت بيجيك النقد وتتعرض للنقد وبتعرض للكلام الجارح. أقول لك شيء، بتتعرض للنقد باسم الدين. يعني في ناس يجي ينصحك باسم الدين، يقول لك لا أنا جاي أمر بالمعروف وأنهى عن المنكر. في شيء اسمه أسلوب، تأمر بالمعروف تنهى عن المنكر، في شيء اسمه أسلوب. في واحد اسمه أدهم نابلسي، من مغني، جاء إشعار من آية أو تغريدة يقول يا ليتني قدمت لحياتي، بس قرأها، ما أدري هو قرأ حساب أو واحد علق على كومنت، حياته 180 درجة تغيرت، حياته 180 درجة. الكلمة الطيبة صدقة، وإحنا كبشر الكلمة تترك وقع. اسم رب الكعبة إن الكلام يترك في داخله أثر سلبي. بتعيش حياتك لوحدك، بتستانس في حياتك لحالك. الكلام للستريمر وغير الستريمر. إذا أنت مرضت أنت اللي تحس بالألم، إذا ابتليت ببلاء أنت اللي قاعد تتعب، إذا جاتك أي مشكلة أنت اللي قاعد تذوق مرارتها، وإذا جاك أي فرح أنت اللي قاعد تستانس. فليش تعلق نفسك بالناس؟ ليش؟ ارحم نفسك، أنت اللي قاعد تكافح وتعيش حياتك. عيش حياتك لنفسك، تقعد تعيش عشان كلمة فلان وعلان. الله العلي العظيم 80% من الناقدين اللي ماخذين محتوى النقد بالسوشيال ميديا إنهم من أسفه ما خلق الله، سواء كان نقده كومنت أو اللي في هنا وهناك، إنهم من أردى ما خلق الله. ولو طلع وشفناه بنعرف إن حياته كلها فشل، لأن ما يشغل نفسه بالناس وما يتنقد إلا الإنسان الفارغ. الشخص الناجح مشغل نفسه بنفسه وبنجاحاته، تركيزه كله على نفسه، على شخصيته، على تطوره. الفارغ والفاشل هو اللي قاعد يراقب الناس. ود الفاشل لو أن كل الناس فاشلين مثله. بعض الناس ما ينتقدك لعيبا فيك، ولكن ينتقدك أنك أفضل منه، ينتقدك لأنه يشوفك قاعد تسوي أشياء لا يستطيع هو ولا 10 من شاكلته أنهم يسوونها. كلام الناقص يدل على أن الشخص تفكيره ناقص. وبعدين اسمع، حطها قاعدة، لأن محمد صلى الله عليه وسلم حطها في بالك، اللي يقول النقد محمد صلى الله عليه وسلم. أنا بسألك سؤال، هل الحيوان يتكلم؟ لا. النبي صلى الله عليه وسلم أتى بمعجزة، الضب تكلم والذئب تكلم، كلهم قالوا رجل في مكة يأتيه الوحي من السماء، حيوان يسولف. هذه معجزة. مع كل هذه المعجزات عما يبي يذبحه. قريش يبحثون من يأتي برأس محمد، عرض لأشد الأذى النفسي القولي والفعلي، رجم بالحجارة وهو خارج من الطائف إلى أن أدمت قدمه. هذا نبي وأتى بالمعجزة، ما بالك أنت؟ ما بالك أنت اللي كلك ذنوب؟ لعلك أذى الناس اللي قاعد يجيك كفارة لذنوبك إن كانك صبرت. وأزيدك من الشعر بيت، خلك أطيب منه. شلون أصير أطيب منه؟ من عافى وأصلح فأجره على الله.